السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو إن شاء الله. حسب جريدة هيسبريس، على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان وتدهور الوضع الأمني في هذا البلد الشقيق، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتأمين عودة المواطنين المهاجرين المغاربة في هذا البلد. وطبقا للتعليمات الملكية السامية، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مصالح سفارة المملكة المغربية قامت بالسودان في المرحلة الأولى بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بوريت السودانية. استفاد منها أكثر من 200 شخص مغربي مقيم في السودان أو الذي تزامن تواجدهم في هذا البلد مع هذه الظروف الداخلية الصعبة للبلد الشقيق السودان. وحسب بلاغ وزارة الخارجية المغربية، قد توصلت جريدة هيسبريس بنسخة منها، وقد وصلت القافلة البرية بسلام مساء أمس إلى مدينة بوريت السودان. كما أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لتنظيم جسر جوي بالتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية لتأمين العودة للمواطنين المغاربة وعائلتهم إلى أراضي الوطن في أحسن الظروف. وصلت أول باخرة عسكرية سعودية تنقل المغاربة السودان إلى مدينة جدة السعودية، وهذا في يوم الاثنين 24 أبريل 2023 مع الساعة 6:55 مساء. بعد التعليمات الملكية القاضية بإجلاء المغاربة السودان، قامت المصالح السفارة المغربية بالسودان بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بوريت السودانية، حيث تم نقل أكثر من 200 شخص مقيم بالسودان إلى مدينة بوريت، وبالضبط إلى ميناء المدينة، حيث سيتم نقلهم على متن باخرة عسكرية سعودية إلى مدينة جدة السعودية. وسيتم نقل هؤلاء المغاربة على مرحلتين: المرحلة الأولى عبر باخرة عسكرية، والمرحلة الثانية من ميناء جدة إلى أرض الوطن على متن الخطوط الجوية الملكية المغربية. حيث تواصلت جريدة هيسبريس مع مواطنين مغاربة بالسودان أكدوا وصولهم إلى ميناء بوريت السودانية يوم أمس في ظروف جيدة جدا، معبرون عن سعادتهم بالتعليمات الملكية السامية. وقالت إحدى المواطنات: نشكر ملكنا محمد السادس الذي أعطى أوامره لإجلائهم، إذ بفضله وبفضل مجهودات السفارة المغربية نحن الآن في منطقة آمنة، ونتمنى أن تتم باقي العمليات الإجلاء في أمان تام. حيث سبق أن أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتنظيم جسر جوي بالتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.